صباح الخير، نحب نتعرف بحضرتك. أنا سارة الخولي من مصر، ملكة جمال مصر العالم 2010 وملكة جمال البحر المتوسط 2011. عاوزين نتعرف على تجربتك في المشاركة في مسابقة ملكة الجمال سنة 2010. سنة 2010. عايز أعرف إيه؟ سوري. عاوز أعرف تجربتك في المشاركة كانت إزاي؟ كانت حلوة قوي، ادفنتشرس وصعبة شوية، تعب أكيد، بس أحلى وقت في حياتي. وإيه الفرق بين مس وورلد ومس ميديترينيان؟ هو أنا رحت مس وورلد، مس يونيفرس ومس ميديترينيان، وكلهم يعني ألايك، بس كل واحدة صعبة كمان، بس تعرف على ناس كتير، تشوف ناس كتير، بس أحس كلهم زي بعض، مفيش فرق كبير أوي. طب وقدرت تحققي مرتبة في المرتبة اللي قدرت تحققيها في المسابقات دي؟ أو في ملكة جمال البحر المتوسط. أول مصرية أفوز انترناشونال تايتل بعد 50 سنة. فكانت حاجة كبيرة قوي في حياتي. أنا عارف إنك رجعتي، كنت عايشة في دبي. أنا عايشة في دبي. في دبي، ورجعتي مخصوص عشان تشاركي السنة دي في المسابقة؟ لا، مش عشان أشارك، عشان تحضري المسابقة. بس. فإيه الدافع اللي خلاكي يعني تحمستي؟ عشان مش كان عندنا ملكة جمال مصر عشان 3 سنين، فدي حاجة كبيرة ومهمة عشان البلد، و I want to support يوسف و Miss Egypt organization بكل قلب. إيه رأيك في مصر؟ أم الدنيا. I love Egypt، إن حتى لو أنا عايشة في دبي ده بيتي، وبابا من هنا، وأنا كنت عايشة هنا وأنا صغيرة، فبحبها أوي. تحبي تقولي رسالة للبنات في المسابقة؟ Good luck، وإن شاء الله حد منكم حيفوز في مس وورلد أو مس يونيفرس عشان مصر تستاهل. إيه رأيك في تنظيم المسابقة في شرم الشيخ السنة دي لأول مرة؟ نعم؟ إيه رأيك في تنظيم المسابقة في شرم الشيخ لأول مرة؟ أول مرة نسافر شرم الشيخ. لا، أنا رحت وأنا صغيرة مع بابا وماما بس. لكن المسابقة السنة دي هتتنظم في شرم الشيخ النهائي، فرأيك إيه في كده؟ لا، حاجة حلوة وحاجة جديدة. كل سنة بنعملها في القاهرة، فيكون حلو نغير شوية، تغيير، حاجة حلوة. وحضرتك عايزين نتعرف مثلا، هل في مشاريع تمثيل أو مشاريع أن تدخلي مجال الإعلام؟ لا. ما بحبش أمثل خالص. خلاص لازم أروح. ميرسي.